بدأت الحكاية بطفيل بن عمرو الدوسي، وهو سيد قبيلة دوس في الجاهلية، وكان رجل طيب وحاكم عادل، وكان شاعر ماهر جدا في الشعر. ففي يوم سافر الطفيل لمكة، وساعتها كان في صراع كبير جدا ما بين قريش والرسول، وطبعا كلنا عارفين قد ايه قريش رفضت دعوة الرسول بكل الطرق. بس من غير قصد لقى نفسه الطفيل جوه المعركة دي، فهو ما راحش مكة عشان كده، بس هو كان ليه حكاية جميلة جدا لا تنسى مع الصراع ده. وانا بقول خلي الطفيل نفسه هو اللي يحكي القصة دي، فهو هيكون احسن مني جدا في السرد. قصتي لما رحت مكة وسادة قريش الصراحة عملوا معايا الواجب وزيادة ورحبوا بيا جدا، بس كلهم كانوا عمالين يحذروني من محمد جدا، ويقولوا لي ده هو اللي فرق ما بيننا وهو اللي شتت شملنا، وإياكوا تسمع له حاجة أو تسمع منه أي شيء، ده ساحر وبيسحر أي حد بيسمعه. وفعلا عملت كده وما كنتش بقرب من محمد أبدا. ففي مرة رحت الكعبة علشان أصلي للأصنام اللي حواليها، فلقيت رسول الله بيصلي بس صلاته غير صلاتنا، بس بصراحة عجبني منظره وهو بيصلي. فمرة واحدة لقيت نفسي بقول لنفسي هو ايه طفيل انت شاعر وايه المانع يعني لما تسمع كلام الراجل ده، والله لو كلامه كان حلو أخدته ولو كلامه كان وحش تركته. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم خلص صلاة مشيت وراه، ولما دخل بيته دخلت وراه، وقلت له يا محمد سادة قريش عمالين يقولوا عنك كذا وكذا، هو الكلام ده صح؟ بصراحة أنا قلت أتأكد بنفسي. ساعتها الرسول قرأ علي سورة الإخلاص وسورة الفلق، وأول ما سمعتهم قلت أنا ما سمعتش أحلى من الكلام ده، وعلى طول شهدت أن لا إله إلا الله ودخلت الإسلام. وقعدت في مكة شوية أتعلم فيها تعليم الدين الإسلامي، وحفظت ما يتيسر لي من القرآن. ففي مرة رحت قلت لرسول الله بعد ما حفظت ما تيسر لي من القرآن وتعلمت تعليم الدين الإسلامي في مكة، قلت له يا رسول الله أنا سيد قبيلتي ولازم أرجع لهم، وكمان أنا عايز أدعوهم للدين الإسلامي، فأي قبيلتي كمان تسلم معايا، فدايلي تكون لي آية تساعدني على كده. فدعا رسول الله لي وقال اللهم اجعل له آية. وفعلا لما رجع لعشيرته قابل أبوه وقال له إليك عني يا أبتاه فلست منك ولست مني. فقال أبو الطفيل ليه بس يا ابني هو إيه اللي حصل؟ فقال له أنا أسلمت وتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لأبوه ديني هو دينك يا ابني. فقلت روح واغتسل وطهر ثيابك وتعالى. فلما جه عرضت عليه الإسلام فأسلم. وبعدها جت مراتي، فقال الطفيل ابعدي عني لست منك ولست مني. فقالت هو ايه بس اللي حصل؟ قال فرق بيني وبينك الإسلام. فقالت ديني هو دينك. فقلت لها خلاص روحي وطهري ثيابك وتعالي. فلما راحت واغتسلت وطهرت نفسها عرض عليها الإسلام فأسلمت. وبعديها دعا قبيلته هو اللي هي قبيلة دوس للإسلام، فما أسلموش بسرعة، وفي منهم ما أسلمش خالص إلا واحد اسمه أبا هريرة، الراجل ده أسلم بسرعة كبيرة جدا. بعد فترة راح الطفيل وأبا هريرة لمكة علشان يشوفوا رسول الله، فلما شافوه قال رسول الله ما وراءك يا طفيل؟ فقال الطفيل قلوب عليها أكنة وكفر شديد، وقد غلب على دوس الفسوق والعصيان. فراح الرسول اتوضى وصلى ورفع ايده للسماء وقال اللهم اهدي دوسا 3 مرات. طبعا دوسة هنا اللي هي القبيلة بتاعت الطفيل لأنها كان اسمها دوس. وبعدها الرسول قال له الطفيل ارجع لقومك وارفق بهم ودعيهم للإسلام. وفعلا راح الطفيل لقومه ودعاهم للإسلام. في الوقت ده بالضبط كان الرسول هاجر للمدينة وعدت بدر وأحد والخندق. بعد كل الغزوات دي رجع الطفيل وهو معاه 80 بيت من دوس مسلمين وحسن إسلامهم. وال80 بيت دول قالوا لرسول الله يا رسول الله اجعلنا في ميمنتك. وكلمة ميمنة هنا يعني الجزء اليمين من الجيش، حتى اسمها ميمنتك. وخلي شعارنا هو مبرور، يعني هيعملوا شعار ليهم اللي هو الشعار اسمه مبرور. وبعديها فتح الرسول مكة واستأذنوا الطفيل إنه يروح يحرق صنم اسمه ذي الكفين. ده كان صنم عندهم، وهو طبعا بعد ما أسلم عايز يحرقه أو ينتقم منه علشان يخلي باقي قبيلته تسلم كلها، لأن ساعتها قبيلة دوس ما كانتش أسلمت كلها، كان 80 بيت بس منهم اللي أسلم. فلما استأذنوا الطفيل إنه يحرق الصنم ده رسول الله وافق، وفعلا راح الطفيل في السر عن قومه وبدأ يحرقه.
وساعتها على طول اتجمع حواليه الرجال والنساء والأطفال، طبعا عايزين ليه الشر، وفي نفس الوقت كانوا مستنيين إن في صاعقة تيجي تصعقه عشان هو أذى الصنم بتاعهم. بس طبعا ده مستحيل يحصل لأن هو صنم أصلا. وفعلا ضرب الطفيل النار في الصنم وهو عمال يقول: يا ذي الكفين لست من عبادك، ميلادنا أقدم من ميلادك، وإني حشوت النار في فؤادك. والحمد لله أول ما اتحرق الصنم ده اتحرق معاه كل اللي كانوا مش مسلمين في دوس، وأسلمت دوس كلها وحسن إسلامها. وفضل الطفيل بعد كده ملازم لرسول الله لحد ما رسول الله طلع إلى الرفيق الأعلى. ولما جت الخلافة حط الطفيل نفسه وولده في إطاعة جيش المسلمين ومحاربة مسيلمة الكذاب. فلما كان في طريقه لليمامة، واليمامة ده مكان يعني، رأى رؤية وقال لأصحابه: يا جماعة أنا شفت رؤية. فقالوا: شفت إيه؟ قال: أنا شفت راسي اتحلقت، وإن في طائر خرج من بقي، وإن في واحدة دخلتني في بطنها، وإن ابني عمرو كان بيطلب مني حاجة بس أنا ما قدرتش أفهم هو كان بيطلب مني إيه، وكأن كان في حاجز ما بيني وما بينه. فقالوا: أكيد خير. فقال: بس أنا عرفت الحلم ده معناه إيه. فقالوا: إيه؟ قول لنا. قال: حلق الرأس، فده معناه إنه بيقطع. أما الطائر اللي خرج من بقي فدي روحي، أما المرأة اللي دخلتني ببطنها فدي الأرض اللي أنا هدفن فيها، وأنا أتمنى إني أموت شهيد. أما طلب ابني فهو الشهادة اللي أنا هاخدها وهو هيكون عايز ياخد زيها من بعدي. وده كان تفسير الطفيل للرؤية اللي هو رآها. بس فعلا التفسير ده كان عنده حق فيه، وفعلا في معركة اليمامة كان طفيل شهيد فيها، وفعلا ابنه عمرو كان نفسه ياخد الشهادة زي أبوه. وساعتها كان عمرو اللي هو ابن الطفيل كان موجود أصلا في معركة اليمامة مع أبوه، وفضل عمرو يقاتل لحد ما كفه اليمين اتقطعت، وترك المعركة دي وهو ترك أبوه وترك إيده. وبعد المعركة دي بفترة دخل ابن الطفيل على عمر بن الخطاب في مرة، وكان في طعام، فنادى عمر للناس اللي حواليه يعني إن هم ياكلوا. بس عمرو بن الطفيل مقربش من الأكل أبدا. فاستغرب عمر بن الخطاب وقال له: هو أنت مكسوف تاكل علشان إيدك؟ فقال له: بصراحة فقال له: طب والله ما أنا واكل إلا لما تقلب الأكل ده بإيدك المقطوعة. شوفوا الجمال، مرضيش يكسفه وقال له: لأ، كل عادي حتى لو كانت بإيدك مقطوعة. يعني بصراحة جمال مش هيتكرر تاني. عموما فضل حلم الشهادة عند عمرو لحد ما استشهد فعلا في معركة اليرموك. فبارك الله في الطفيل. فكان عمر كان حلمه ان هو يكون شهيد، وهو فعلا لما بقى شهيد بقى شهيد ابن شهيد. بس كده خلصت الحدوتة.